السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ هنعمل النهارده بقى ايه؟ قمر الدين. وهنعمل مربى المشمش طبعا بطريقه سهله وبسيطه، وهتخزين طبعا ان شاء الله لرمضان اللي جاي. اللهم بلغنا رمضان. بصوا بقى يعني ايه، هنعمل كل حاجه في البيت زي ما اتعودنا. طبعا القمر الدين هنعمل قمر الدين مش تانك في ميه. وهنعمل كمان مربى متخزنيها من السنه للسنه، مش هيجرالها اي حاجه، وبرده بطريقه سهله وكل حاجه تيست بيتي. تمام. يلا بينا نشوف عملنا ايه في المربى الجميلة التحفة دي، وهنشوف كمان نتيجة قمر الدين معانا في نفس الفيديو ده. وانا ايه مرضتش اقفل الفيديو غير لما اوريكم نتيجة القمر الدين. معايا هنا 6 كيلو من المشمش. طبعا المشمش ده يعني لازم، بصوا لو انتوا شايفينه قدامكم سليم لازم تنقوه. تمام. لازم تنقوه ليه؟ لان المشمش ده بيبقى قدامنا سليم، لكن هو من جوه ما بيبقاش يعني نضيف، بيبقى فيه حاجات تانية كده. فانا مش حابه اقول عشان ما اعرفكوش. بس انا هنا نقيت طبعا، فصصته واحده واحده، ونقيت المشمش المستويه. يعني دخلناها في الوصفه بتاعتنا النهارده، والخضره قوي خليتها على جنب، لما تستوي هناكلها كده. المهم مبدئيا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا فصصت المشمش زي ما انتم شايفين كده بالطريقه اللي انتم شفتوها معايا دلوقتي، وحطيت على الكميه كلها 2 كيلو من السكر. ال6 كيلو دول حطيت عليهم 2 كيلو من السكر مبدئيا، لكن في لسه كمية سكر تاني هتتحط. انا اول ما المشمش ابتدى يغلي واتهرى، رحت قاسمه الكمية على 2. طبعا خليت الحلة اللي هي الكبيرة دي هتبقى للمربى، فزودت على الحلة دي دول حوالي 4 كيلو من المربى. 4 كيلو من المشمش حطيت عليهم 2 كيلو تاني غير السكر الاولاني اللي احنا حطيناه للكمية كلها. قسمت بقى الكمية دول حوالي 2 كيلو، يعني بعد بقى البذور اللي طلعت، وبعد طبعا المشمش اللي هو ما كانش نضيف من جوه طبعا اتخلصنا منه. فانا يعني تلتين والتلت، انا خليت التلتين للمربى وخليت التلت لقمر الدين. طبعا دول حوالي يجوا حوالي 2 كيلو من المشمش. حطيت عليهم ايه؟ حطيت عليهم نص برطمان من عسل الجلوكوز، وحطيت كمان زودت عليهم كمان كوبايتين من السكر، يعني نص كيلو من السكر ونص كوبايه، نص برطمان عسل جلوكوز. ده بالنسبه لقمر الدين. وسيبته يغلي كده مع بعضه لغايه ما ايه ابتدى ان هو يطلع فرغاوي، ان انا اشيلها الريم اللي بيطلع على الوش ده. طبعا خلصنا منه وشلناه. هنا بقى المربى دول هنقول 4 كيلو، حطيت عليهم 2 كيلو من السكر. تمام. وحطيت عليهم رشة ملح ليمون، وبرضه هحط على قمر الدين رشة ملح ليمون. تمام. لكن المربى ما حطيناش عليها عسل جلوكوز، لكن قمر الدين حطينا عليه عسل جلوكوز. معلش طبعا عشان في الواي فاي شغال فبتجيلي رسايل على الواتس. هنا بقى كان قمر الدين ابتدى ان هو خلاص استوى، وابتدى ان هو يتقل. هنعرف ازاي ان هو تقل؟ برضو بنجرب على المغرفة بتاعتنا. لما نعمل كده بصباعنا نشوف قمر الدين او الوصفة هتلم على بعضها تاني، ولا الخط اللي احنا عملناه بصباعنا ده هيفضل زي ما هو. طبعا انا القمر الدين هنا بتاعي كان خلاص استوى وخد القوام اللي انا عايزاه، ما بياخدش حاجة على النار. ضربته بالهاند بلندر، وابتديت ان انا اصفيه، يعني ابتديت ان انا ايه افضيه كده في صاج من الصاجون بتاعه العيد اللي احنا بنسوي فيها الكحك والبسكوت. طبعا الصاج حطيت فيه كيس كده من اكياس السندوتشات او الاكياس النايلون العاديه البيضه، ودهنته زيت عشان لما اجي اشيل منه قمر الدين يبقى سهل، ما يبقاش لازق في الكيس. لازم تاكد ان احنا ندهن الكيس زيت. تمام. عشان ما تهوش مني. قمر الدين 2 كيلو من المشمش حطيناهم على النار على كيلو من السكر، وحطينا عليهم نص برطمان عسل جلوكوز، وسيبناه لما استوى تماما. وبعد كده اول ما حسينا ان هو استوى، وعملنا كده بايدينا على المغرفه اللي احنا بنقلب بيها المكون ما لمش تاني على بعضه، رحنا حطينا رشه ملح ليمون وضربناه بالهاند بلندر، وكده فضيناه في الصاج او في اي صينيه انت عايزاها، بس اهم حاجه تدهني الكيس زيت. هنا بقى نروح للمربى. طبعا انت القمر الدين لو عايزه تصفيه بتصفيه، مش عايزه تصفيه مفيش مشكله، بس انا ما صفيتهوش عشان يديني يعني كميه اكبر. انت لو صفيتيه بيبقى اخف. تمام. دي برضو المربى لو عايزه تعبيها كده آه، آه، قطع في البطرمان، هي خلاص كده استوت تماما.
استوت 4 كيلو دول بقى. احنا بنقول لو هنعمل كل حاجة لوحدها، دول 4 كيلو من المشمش، حطينا عليهم 4 كيلو من السكر، عشان احنا حطينا 2 دلوقتي و2 في الاول، وحطينا رشة ملح ليمون في الاخر خالص، وحطينا اللهم صل على سيدنا محمد 4 كيلو من السكر ورشة ملح ليمون. واول ما ابتدى يطلع ريم شيلناه، وبعد ما شيلناه ابتدت المربى تستوي. ضربناها برضو بالهاند بلندر، لان انا ولادي مش بيحبوا المربات، اي نوع مربات قطعة، بيحبوها كلها كريمي، فعشان كده ضربتها بالهاند بلندر او في الخلاط. واديتها برضو غلوة تاني على النار بعد ما ضربتها بالهاند بلندر، عشان يعني لو الهاند بلندر كان فيه نقطة مية ولا حاجة كده يعني ما تقللش من عمرها الافتراضي اللي هي ممكن تعيش معايا فيه. لان نقطة المية دي لو الحاجة اللي انت بتقلبي فيها بيها مبلولة مية، لازم تغليها غلوة تاني، والا الحاجة اللي معاكي هتخسر بسرعة، مش هتعيش معاكي. ابتديت بقى ان انا اعبي المربى سخنة في البطرمانات الازاز. طبعا دي بطرمانات انا محوشاها، بطرمانات سمنة، بطرمانات عسل، بطرمانات نسكافيه، بطرمانات عسل ابيض، بطرمانات يعني كل انواع البطرمانات. بصوا ده بلاستيك، بصوا انا بوريهولكوا اهو، ده بلاستيك. مش هعبيه دلوقتي طبعا، لانه لو عبيته هيسيح. عبيت الازاز الاول لانه هيستحمل درجة الحرارة، وقفلته على طول عشان اكمره وتاخدي البرشامة بقى بتاعت قفلة البطرمان دي. يعني اول ما تحطي الحاجة السخنة في البطرمان الازاز تقفليه على طول وتقلبيه. لما تعملي الحركة دي هتيجي تفتحيه هيعمل طق، يعني البرشامة دي اللي هي بتجيلك في البطرمانات اللي بتجيبيها من بره كلها. وبعد كده لما المربى هديت شوية، عبيت بقى البطرمانات البلاستيك وقفلتها، وما كانش فيها اي مشكلة. كان عدى بقى هنا 4 ايام يا جماعة من عمايل المربى وقمر الدين. انا طبعا مرضتش اقفل الفيديو غير لما اوريكم النتيجة. هنا كان عدى 4 ايام. بصوا انا عامة شيلته بعد 6 ايام بالظبط، لان انتوا عارفين الجو اليومين دول حر جدا، فالحاجة بتطول جدا عقبال ما بتستوي وبتنشف. قمر الدين لازم تحطيه في مكان فيه هوا حلو، ما عندكيش مكان فيه هوا افتحي عليه المروحة ليل نهار عشان يبقى بالنتيجة دي. هنا كان ده رابع يوم ليه، كنت بصوا كان من النص يعني قمر الدين كله سليم، لكن كان من الاطراف من حوالين داير. بصوا كان لسه طري، فكان محتاج كمان يومين برضو في وش الهوا. انا هنا سبته وبعدين رجعت بعد يومين تاني عشان برضو تشوفوا معايا النتيجة. هنا بقى كنت خلاص بعد يومين ابتديت بقى ان انا اهو بصوا بشده اهو، كان خلاص. يعني عايزه اقول لكم نتيجه تحفه جدا. وشايفين التخن بتاعها قد ايه، سمكها كبير جدا. اللفه يعني محمله، ده صاج من الصجان الكبيره بتاعه الكحك والبسكوت. طبعا انا عملت الصاج ده قسمته على 2 بس، يعني اللفه محمله، اللفه شايله اكتر من كيلو قمر الدين اللفه الواحده. انا قسمت الصاج على نصين بس. بصوا بقى قد ايه، شايفين شكله حتى لونه مش تانج اللي هو بتاع السوق دلوقتي. قمر الدين دلوقتي في السوق، لفة قمر الدين دلوقتي في السوق تانج بنشا وحاطينه في اكياس، لونه بجد مش حلو خالص، طعمه مفيش طعم اصلا، طعم تانج بمية، تانج بمية بسكر. لكن ده قمر الدين مش صافي، حاجة نظيفة، حاجة انتي اللي عاملاها بايديكي. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بقى اعملوا قمر الدين والمربى المشمش اليومين دول بتوعه. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.